من غير مقدمات كتير، يوم الامتحان الصبح هصحى امتى، هاكل ايه، هشرب ايه، هلبس ايه، هاخد ايه معايا وانا نازل، هعمل ايه في اللجنة. صلى على حضرتك النبي في الاول، ويلا بينا نبدأ حلقة النهاردة. اهلا بيكم. انا محمد محمود، وفي فيديو النهارده هقول لك على 10 حاجات لازم تعملهم يوم الامتحان عشان اليوم يعدي على خير وتطلع منه ناجح باذن الله. تعالوا نبدا يومنا بليله الامتحان. حاجتين لازم تعملهم الليله دي. رقم واحد، حضر ادواتك وملابسك. يمكن النقطه دي تبان ان هي تقليديه شويه، بس هي نقطه مهمه جدا عشان نمنع اي قلق او توتر ممكن يحصل لك الصبح. لازم تكون كل ادواتك متحضره قبلها بيوم، زي الاقلام والمسطره والكوريكتور والحاجات الصغيرة ديت، عشان ساعات لما بننسى حاجة بتبوظ لك الدنيا بعد كده. النقطة التانية والأهم هي لبسك. لبسك لازم يكون متوضب ومكوي قبلها بيوم عشان ما تتصدمش تاني يوم الصبح إنك مش لاقي اللبس المفروض اللي أنت تلبسه. السؤال هنا بقى، ألبس إيه وأنا رايح الامتحان؟ خلينا نتفق وننهي القصة دي خالص بإنك تلبس اللبس المريح. أخت الفاشونيستا، آخر موديل، أرجوكم البس اللبس اللي يريحك، مش اللي يعجبك او يعجب الناس، عشان اليوم ده اساسا محدش بيشوف مين لابس ايه. انت محتاج تكون مرتاح جدا جدا في اليوم ده بالذات، وبالتالي هتلبس الملابس اللي تكون مريحة ليك وانت قاعد في لجنة الامتحان، زي الملابس الواسعة والملابس القطنية، وتبعد كل البعد عن الجنس والملابس الضيقة اللي هتكون مضايقاك وانت قاعد شغال. وخلي بالك من الشوز بتاعك، لازم يكون شوز مريح جدا. تاني حاجة تعملها انك تاكل وجبة خفيفة خالص كده، وتبعد عن كل المنبهات زي الشاي والقهوة وخلافه، وتدخل تنام بدري بحيث ان انت تصحى بدري تاني يوم علشان نبدأ يومنا بدري. هتصحى تاني يوم بحوالي 3 أو 4 ساعات كده قبل ميعاد الامتحان، هتقوم تتوضى وتصلي الصبح، وما تنساش طبعا تفطر فطار خفيف كده. طيب هذاكر حاجة ولا لأ؟ طبعا ده هيدخلنا للنصيحة التالتة بتاعتنا النهاردة، وهي إنك الصبح لازم تعمل ساعتين لمراجعة سريعة مثلا على أي مادة معينة. عايز أقولك إن الساعتين بتوعت الصبح دول بيكونوا مهمين جدا معايا في مراجعة المادة سريعا، وأعمل فوكس أو تركيز على الحاجات اللي أنا كنت بنساها دايما. خلصت تمام، هتبدأ إن أنت تاخد أدواتك اللي أنت كنت موضبها، وجزازة مية صغيرة كده معاك، مع أدوية لو أنت بتحتاج أدوية زي مثلا الصداع أو وجع البطن. وطبعا ما تنساش الكارنيه بتاعك، وتلبس لبسك الجميل وتتكل على الله تروح على لجنة الامتحان. بس نقطة مهمة جدا بالنسبة لإخواتنا البنات، أرجوك يا عزيزتي الميك اب ارتست ما تضيعيش وقت كتير قدام المراية في اليوم ده بالذات، لأن محدش بيبص لحد، وديني وضح مش محتاج أتكلم كتير في الموضوع ده. أما بقى وأنت نازل من البيت فهتقول الدعاء ده: اللهم إني توكلت عليك وفوضت أمري إليك، لا ملجأ ولا منجي منك إلا إليك، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، اللهم اجعل الصعب لي سهلا وذكرني منه ما نسيت. بمجرد وصولك للجنة الامتحان حاول انك ما تدخلش في نقاشات او تتكلم مثلا عن المنهج او المذاكرة او الامتحان علشان مش تتوتر اكتر. دخلت اللجنة، باقيلك 7 نصايح هقولهم لك وتحفظهم زي اسمك. رقم 1، خلي عندك هدوء اعصاب، وحاول انك ما تخلقش اي مشاكل مع اي حد من زمايلك وخاصة المراقب، وحاول انك ما تتكلمش الكلام الجانبي اللي ملوش لازمة، وده الكلام ده ممكن يسبب لك مشاكل بعد كده. من الاخر كده حاول تستخبى وما تخليش حد ياخد باله منك. رقم 2، حاول انك تشرب مية، بس ما تشربش الا لما تكون محتاج، عشان ما تضطرش انك تروح الحمام كل شوية، وده ممكن يضيع وقت كتير منك خلال الامتحان. رقم 3، أول ما تتسلم ورقة الإجابة هتاخدها من المراقب، وبعد كده تبدأ إن أنت تسطرها وتظبط الورقة بشكل كويس لحد ما تجيلك ورقة الأسئلة. ورقة الأسئلة أول ما تجيلك خد بالك منها كويس جدا، اقراها وبص فيها وش وظهر، علشان ما يحصلكش زي ناس كتير كان عندهم مشاكل في ورقة الأسئلة
زي أخطاء، يعني في أخطاء كده بتكون في ورقة الأسئلة زي أخطاء طباعة كده، فتبقى في أخطاء من دي. فأنت حاول إن أنت تركز على الأخطاء دي وحاول تجراها كده قراءة سريعة. النصيحة الرابعة وهي اعرض شغلك بشياكة، وحاول إنك تكون منظم ومنسق في ورقة الإجابة بتاعتك، وتحاول إنك تعرضها بشكل لطيف حتى لو كان خطك مش حلو. أكتر الحاجات اللي أنا الحمد لله كنت متميز فيها وهي إن ورقة إجابتي كانت بتلفت نظر المدرس اللي بيصحح. خلي بالك إن الموضوع ده بيبقى ليه تقدير كبير في الدرجات، فأنت لازم تخلي بالك منه. رقم 5، نظم وقتك في الإجابة على الأسئلة، بمعنى إنك ما تديش سؤال حجمه أكبر من السؤال التاني، فتقوم في آخر الامتحان تلاقي نفسك حليت سؤالين وسبت السؤالين التانيين. حاول تكون منظم وتقسم الأسئلة على قد الزمن بتاع الامتحان. لو في سؤال أنت مش عارفه ما تقفش على السؤال ده كتير، وادخل على الأسئلة اللي بعدها وحلها، وبعد ما تخلص الامتحان ابقى ارجع للأسئلة اللي انت سبتها في الآخر. النقطة رقم 6 هي نقطة مهمة جدا برضو. حاول انك ما تسيبش اي اسئلة فاضية. من العجائب اللي انا كنت بشوفها في حياتي اللي في بعض الطلاب كانوا بيسيبوا اسئلة فاضية، ومش مش مشكلة في كده، المشكلة اللي الاسئلة دي بتكون في صورة صح وغلط او اختيار متعدد. انا مش عارف بصراحة هما بيسيبوا السؤال ده فاضي ليه، ما هو لا صح لا اما غلط، ولو كان اختيار متعدد لا اما الف لا اما باء لا اما جيم لا اما د. فحاول على قد ما تقدر انك ما تسيبش ورقتك فاضية لأي سبب من الأسباب. ولما تلاقيها كده مش عارف الإجابة خالص، حاول انك تختار الإجابة اللي انت شايفها أقرب للصح، أقرب للصح، أو بعد أصح اهبط أي حاجة. نقطة رقم 7 وهي إنك ما تخرجش قبل ما الوقت يخلص، إلا لما تكون راجعت وبصيت على ورقة بره واتنين وتلاتة. مش شطارة هي ومش هتاخد كأس العالم لما تطلع بره اللجنة وتقول يا جماعة أنا خلصت الامتحان واحنا لسه في نص الوقت. مش شطارة هي ولا هتاخد كأس العالم، لا، راجع بره واتنين وتلاتة، ربما وبص على ورقتك تاني ربما ممكن تلاقي فيه سؤال حاجة نسيها ولا حاجة. يلا قوم دلوقتي اشتغل وذاكر واعمل اللي عليك، وإن شاء الله ربنا يوفقكم في الفترة اللي احنا فيها دي وتعدي كل الامتحانات على خير. وكل المطلوب منك دلوقتي انك تشارك الفيديو دوت مع كل اصحابك، وما تنساش دعوة حلوة. اشوفكم بخير في الحلقة الجاية، سلام.